يا علي يا حبيبتي، مالك مكلضمه كده ليه؟ في ايه؟ في ايه يا علي؟ ما تقولي لي يا بنتي في ايه؟ الله، انت هتفضلي بقى على ساكته كده؟ والله وانا فارقه معاك اصلا؟ ما انت جاي ليه؟ ده انت حتى بتردش على التليفون. انا اسف والله، امبارح كان عندي شغل كتير جدا، روحت نمت على نفسي عشان كده ما كلمتكيش. مش فارقه معايا اصلا. يعني الزعل ده كله عشان ما كلمتكيش امبارح؟ لا في حاجه، وفي موضوع كبير كمان. في ايه؟ مفيش. لا في. مفيش مسرحيه. يعني ايه مفيش مسرحيه؟ امجد مشاني من المسرحيه وهيخلي مريم هي اللي تعمل دور البطوله. يعني عيل مدعي الفن زي الواد دوت هو اللي عامل فيك كل ده؟ طب ايه رايك بقى وحياتك عندي انت اللي هتعملي الدور؟ ازاي؟ ده مشاني قدام الناس كلها في المسرح، وانت عارف ان العرض النهارده وانا مستنيه اليوم ده بقالي كتير قوي. لا يا عليا، ما تعيطيش يا حبيبتي، مش عايزك تعيطي خالص. انا عايزك حلوه كده وزي القمر ورايقه عشان تبقي زي الفل في المسرحيه. انا وعدتك. استاذ امجد. استاذ يوسف، لا والنبي والله العظيم افهمني. انا لما مشيت عليا انا كان قصدي والنبي تعالى هنا، ما تخافش. انا جاي لك يا استاذ بناوي عشان نصفي اللي ما بيننا. بس تمام. اهدى، مش حاجه. تمام تعالى مش هتاخرني. يلا. محمود، تحت امرك يا استاذ يوسف. انا اديتك فرصه عمرك النهارده، عايزك تمسك في الفرصه دي بايدك واسنانك. ما تقلقش يا استاذ، عمري ما ضيعها طبعا. مش محتاج اوصيك، زي ما امجد قال لك في التليفون. علي اهم واحده في العرض. بالظبط كده، باقي نص ساعه، يلا عشان تلحق تجهز. اوامر يا استاذ. يلا يا جماعه بسرعه. يوسف انا مش فاهمه حاجه. امجد كلمني وقال لي ان محدش هيعمل الدور غيري. انا خايفه، انا مش فاهمه حاجه خالص وخايفه قوي. اهدي وما تتوتريش، النهارده العرض ولازم تطلعي حلوه. وبعدين انا مش وعدتك قلت لك انت اللي هتعملي الدور؟ يلا بقى عشان عيلتك كلها جت وابوك هيفضحنا من الزهق. لا خلاص هجهز. دايلي.